السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله هنعمل النهاردة الفتة. ناس كتير بتحب تعمل الفتة في العيد. وكل سنة وانتم طيبين. فتة مصرية جميلة. معايا نص كيلو من الرز غسلته كويس. حطيت معلقتين من الزبدة وهشوحه كده حوالي 10 دقايق كده. لما بيتشوح كويس بيطلع مفلفل كده وجميل. هقلب فيه شوية كده وهسقيه وبعدين نظبط الملح بتاعه. طبعا لو عندنا شوربة لحمة وشوربة فراخ ممكن نسقيه كمان مجين مع المية، بتبقى جميلة قوي. بيبقى طعم الرز حلو كده. نسيبه بقى على النار عبال ما نعمل العيش. طبعا تكوني سلقة بقى فراخ، سلقة لحمة، اي حاجة. معايا بقى عيش من العيش المفقع ده او العيش العادي، ولكن لازم يكون من جوه مفرغ كده عشان يبقى رقيق وما ياخدش وقت في التحميص او في التشويح مع الزبدة. بيبقى طعمه احلى بكتير، بيبقى خفيف كده وبيتشوح بسرعة، غير اما يكون جايبة عيش طري. العيش اللي بيبقى متحمر كده، وشه محمر كده ومفرغ من جوه. معايا ربع مج من الخل، ومعايا معلقة كبيرة من الثوم المفروم، ومعلقة صغيرة من الكزبرة مفرومة، ومعلقة صغيرة من الكمون. حطيت معلقتين زبدة على النار وهشوح فيها العيش. طبعا اللي عايز يحمصه في الفرن مفيش مشكلة، لكن انا بستسهل بسرعة كده بشوحه في الزبدة، بتديله طعم حلو جدا. نشوح فيه كده لحد ما ياخد لون ذهبي كده وجميل. تمام كده، لونه جميل جدا كده. دلوقتي هجيب طاسة على النار، احط فيها معلقة من السمنة وهنعمل الصلصة بتاعة الفتة. هحط معلقة التوم المفروم، معلقة كبيرة توم مفروم، ومعلقة صغيرة من الكزبرة، وشوية من الكمون. ونقلب كويس لحد ما التوم يبقى يدخل على اللون الذهبي. ما نخلوش يحمر اكتر من كده عشان لونه، عشان قصدي ريحته ما تروحش. مش لازم يتحمر جامد يعني. دلوقتي هروح طشاه على طول بالخل. ده اللي بيديله طعم المزازة كده وبيديله طعم حلو. نشم بقى الريحة بتاعت الفتة كده. ظبطت شوية فلفل اسود. ودلوقتي معايا كيس من الطماطم كانت متفرزة، فحطيتها على الثوم والخل، واسيبها بقى لما تاخد تدي مع بعضها كده وتغلي كويس. نظبط بقى الملح بتاعها برضو. لو عجبتكم الوصفة يا جماعة يا ريت، او وصلتوا معايا لحد هنا، يا ريت تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. دلوقتي هي الصلصة غليت اهي. بس كده خلاص. نجيب بقى الشوربة بتاعتنا، شوربة لحمة، شوربة فراخ، او بط حتى، بتبقى جميلة جدا. نحط بقى الشوربة لحد ما نغطي العيش كده، مش قوي علشان ما يبقاش معجن معايا. نجيب بقى طبق التقديم ونحط معلقة صلصة كده او معلقتين 3. بتديها برضو نطعم العيش بيها كده، بتبقى طعمها حلو جدا. نحط بقى العيش الاول. ونوزع الرز على وش العيش. نحط بقى الصلصة على الوش كده بأي شكل تحبيه.
نوزع على وشها بقى اذا كان فراخ او اذا كان لحمة. طبعا اللحمة سلقناها وحمرناها كده في زبدة، بتديها طعم احلى بكتير، احلى ما تحطيها كده طرية كده من الشوربة على طول. التحميرة دي بتديها طعم حلو جدا، وريحتها كمان بتبقى حلوة قوي. بألف هنا وشفا. دي كانت وصفتنا النهاردة للفتة المصري، وبألف هنا وشفا. كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.